السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده. ان شاء الله هعمل معاكم اطعم والذ واخف كب كيك، مقادير مظبوطه جدا وطريقه سهله. نعملوه مع بعض كده لزوم اللانش بوكس ولزوم العوده للمدارس. كل عام وحضراتكم طيبين. شايفين الجمال قد ايه؟ طري وابيض كده زي القشطه، هش وجميل في منتهى الجمال. السر بقى المقادير مظبوطه جدا، ان شاء الله تنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا شفشق الخلاط، هنزل فيه ببيضة، معلقتين من الخل، ورقتين من الفانيليا. هضرب بقى المقادير ده كلها على بعضيها. هنزل كمان بنص كوباية من السكر تدريجيا كده. بعد ما ضربت الخليط هنزل بنص كوباية من خليط الزيت على السمنة. السر بقى في طراوة الكيك معاكي كوباية من اللبن الرايب، دي بتخلي الكيك معاكي في منتهى الروعة. بعد كده بقى هنزل بمعلقة من طعم البرتقان ده. هضرب الخليط وفي بولة بقى، وهنزل بالخليط ده. بعد كده بقى معايا كوباية من الدقيق، هنزل عليها بمعلقتين من النشا، هنزل عليها بمعلقة من البيكنج باودر، كمان كده ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو، ورشة من الملح. هندخل بقى الخليط ده كله على بعضه، وبعد كده رايحة اقلب بالراحة كده بالمضرب، وهمسح بقى الجوانب بالسباتولا كده عشان لو فيه اي بواقي دقيق تنزل كده وتتقلب مع الخليط. بعد كده بقى دورع كده يكون له بوز تنزلي بالخليط فيه علشان يبقى من السهل عليكي تملي ورق الكب كيك ده وما تبهدلش الدنيا. بعد طبعا ما بتملي ورق الكب كيك كده، بتكوني طبعا من الاول مسخنه الفرن على درجه حراره 170. بتدخليه بقى من 25 دقيقه كده ل 30 دقيقه، او على حسب درجه حراره الفرن المتواجد عندك. بيطلع معاكي بالشكل الجميل ده، حاجه طريه، حاجه هشه، حاجه في منتهى الجمال. الف هنا وشفا. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.